السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة من محاضرات علوم المحاسبة. قبل ما نبدأ موضوع محاضرتنا النهاردة، حابب أوضح لحضراتكم حاجة مهمة جدا الحقيقة. بناء على بعض الرغبات والطلبات اللي وصلتني من متابعين القناة، واللي كانوا بيتمنوا ان يكون في محاضرات باللغة العربية بشكل مستقل ومنفصل عن المحاضرات اللي بنقدمها في علوم المحاسبة باللغة الإنجليزية. الحقيقة قررنا اننا نبدأ خطوة جديدة، وهي اننا نعمل مسار خاص بعلوم المحاسبة باللغة العربية، بحيث تكون المحاضرات باللغة العربية وبأسلوب مبسط وواضح، مع الحفاظ في نفس الوقت على المصطلحات والمعالجة المحاسبية المهنية. وكمان إن شاء الله هيكون عندنا كتاب علوم المحاسبة باللغة العربية. الكتاب هيكون متاح قريبا بإذن الله تعالى، ليكون مرجعا يساعد كل مهتم بالمحاسبة، سواء كان طالبا أو محاسبا أو باحثا أو متخصصا. وبالتالي من النهاردة هيكون عندنا بعض الموضوعات التي سوف نقدمها في محاضرتنا باللغة العربية، وبعدها ممكن نقدم نفس الموضوع بتاع المحاضرة برضه باللغة الإنجليزية. هيكون في حلقة مستقلة طبعا، يعني المحاضرة هتتقال مرة، نفس الموضوع هيتقال مرة باللغة العربية، والحلقة هتتعامل مرة تانية باللغة الإنجليزية في حلقة مستقلة. حلقات المحاسبة أو علوم المحاسبة اللي باللغة العربية هتكون متوفرة جميعها في مشغل مستقل أو بلاي ليست طبعا خاص بحلقات العلوم المحاسبة باللغة العربية، بحيث يستفيد المشاهد من الناحيتين، اللي هو عايز باللغة العربية وكمان اللي هو حابب طبعا العلوم المحاسبة أو الأكاونتنج ساينسز تكون باللغة الإنجليزية. تمام يا جماعة؟ يعني احنا بنحاول كل ما طبعا يجي لنا اقتراحات او طلبات، ان احنا طبعا بنحاول نلبي طلبات حضراتكم بصفة دايمة بإذن الله. ان شاء الله نكون دايما عند حسن ظن حضراتكم. موضوعنا النهاردة هو موضوع مهم جدا لكل محاسب في اي مكان. موضوع معيار رقم 15، المعيار الدولي رقم 15 أو المعيار المصري رقم 48، وهو معيار الاعتراف بالإيراد. إن شاء الله بإذن الله معيار الاعتراف بالإيراد هنناقشه باللغة العربية في الحلقة دي فقط، اللي هي حلقة النهاردة، وهيكون لنا حلقة أخرى مستقلة نتناول فيها نفس الموضوع باللغة الإنجليزية. تمام يا جماعة؟ موضوع الاعتراف بالإيراد من الموضوعات المهمة جدا في المحاسبة، لأنه مرتبط بشكل مباشر بتوقيت الاعتراف بالإيرادات، وبكيفية تحديد المبلغ الذي تعترف به المنشأة، وبالالتزامات التي يجب على المنشأة الوفاء بها تجاه العميل. يبقى معيارنا النهاردة أو معيارنا اليوم هو الدولي IFRS 15، المعيار الدولي IFRS 15، IFRS 15، المعيار الدولي 15 IFRS 15، ووفق المعايير المصرية اللي هي ال EAS 48، EAS 48، وفق المعايير المصرية 48 EAS 48. تمام يا جماعة؟ أول حاجة هنتكلم عنها النهاردة، أولا متى يتم الاعتراف بالإيراد، ودي من أهم النقاط في المعيار IFRS 15، المعيار الدولي رقم 15. الحقيقة المعيار بيقول أن الإيراد يتم الاعتراف به عندما تقوم المنشأة بتحويل السيطرة على السلعة أو الخدمة إلى العميل.
الإيراد بيقول أو المعيار ده بيقول أن الاعتراف بالإيراد يتم إمتى؟ عندما تقوم المنشأة بتحويل السيطرة على السلعة أو الخدمة إلى العميل. إذن الكلمة الأساسية هنا يا جماعة اللي أنا ركزت عليها هي كلمة السيطرة أو الكنترول، وليس مجرد استلام العميل للفاتورة، وليس مجرد استلام الشركة للنقدية، ولكن الكلمة الأساسية اللي قلت عليها هي السيطرة أو الكنترول، وليس مجرد استلام العميل للفاتورة أو مجرد استلام الشركة للنقدية. السؤال الأساسي هنا بقى، متى أصبح العميل يسيطر على السلعة أو الخدمة؟ عندما تنتقل السيطرة نبدأ في الاعتراف بالإيراد. يبقى متى أصبح العميل يسيطر على السلعة أو الخدمة؟ عندما تنتقل السيطرة نبدأ في الاعتراف بالإيراد. هل الاعتراف بالإيراد دايما في لحظة واحدة؟ هي يا جماعة الإجابة ليه. هناك حالتين رئيسيتين للاعتراف بالإيراد. الحقيقة يا جماعة إن الحالة الأولى بتكون عند نقطة من الزمن، يتم الاعتراف بالإيراد عند نقطة من الزمن at a point in time، يعني عند نقطة من الزمن يبقى يتم الاعتراف في الحالة الأولى بالإيراد عند نقطة زمنية معينة. والحالة الثانية اللي هي بتكون الاعتراف بالإيراد على تدريجيا على مدار من الزمن، اللي هي الأوفر تايم، اللي هو الاعتراف بالإيراد أوفر تايم، اللي هو اعتراف بالإيراد تدريجيا على مدار من أو فترة من الزمن. أولا هنشوف الاعتراف بالإيراد عند نقطة زمنية معينة اللي هو البوينت إن تايم. يعني أن السيطرة على السلعة تنتقل إلى العميل في نقطة زمنية محددة. على سبيل المثال لو كانت في شركة بتبيع جهازا أو معدة إلى أحد العملاء، عندما يتم تسليم المعدة أو الموبايل وتنتقل السيطرة عليها إلى العميل ويتم استيفاء شروط الاعتراف، يتم الاعتراف بالإيراد في تلك النقطة الزمنية. يعني لو رحت العميل راح لمحل موبايل، تم شراء الموبايل من المحل، سواء كان حتى الموبايل دافع نقدا أو بالتقسيط أيا كان، في الحالة دي اتعملت فاتورة وبقى للعميل حرية السيطرة على الموبايل، السيطرة الكاملة على الموبايل، يقدر يطفيه يشغله يولعه، يقدر طبعا يأجره، يقدر طبعا ان هو يعني يبيعه. مجرد ما طلع من المحل بقت ليه كامل السيطرة على هذا الموبايل. يبقى في الحالة دي طبعا المحل هنا يجب ان يعترف بالإيراد عند نقطة البيع مباشرة. يبقى ده الاعتراف بمثال على الاعتراف بالإيراد عند نقطة زمنية محددة اللي هي البوينت ان تايم. تمام يا جماعة؟ يبقى هنا بنقول ان revenue is recognized at a point in time، يعني تم الاعتراف بالإيراد عند نقطة زمنية معينة. نيجي للحالة الثانية وهي الحالة اللي عليها النقاش شوية، يعني اللي هي الاعتراف بالإيراد تدريجيا على مدار فترة من الزمن اللي هو اسمه اوفر تايم. في بعض العقود لا تنتقل السيطرة الحقيقة في لحظة واحدة، وإنما تنتقل إلى العميل على مدار تنفيذ العقد، وهنا يتم الاعتراف تدريجيا أو يتم الاعتراف بالإيراد تدريجيا مع تقدم المنشأة في الوفاء بالالتزام أو الالتزام طبعا بأدائها للخدمة. تمام يا جماعة؟ مثلا شركة تقوم بتنفيذ مشروع أو تقديم خدمة للعميل على مدار سنة، إذا كانت شروط الاعتراف على مدار الزمن متحققة فلا ننتظر حتى نهاية السنة حتى نعترف بكل الإيراد، ولكن نعترف بالإيراد تدريجيا
بما يعكس مقدار التقدم في تنفيذ الالتزام. هنشوف أمثلة على الكلام ده ونوضحه يا جماعة. طبعا امتى نقول ان تم الاعتراف بالإيراد؟ أهم الحالات التي نص عليها المعيار. الله أكبر. عايز بس يا جماعة أدي حضراتكم يعني مثال توضيحي يوضح الكلام ده ببساطة كده، مش عايز مجرد إن أنا أقول لحضراتكم كلام نظري كده، لا عايز برضو تبقى الصورة واضحة لحضراتكم. مثلا احنا هندي مثال دلوقتي على انتقال الإيراد أو الملكية أو السيطرة تدريجيا على مدار فترة من الزمن، أو الاعتراف تدريجيا بالإيراد، أو قلنا اللي هو على مدار من الزمن. طبعا ده بيكون اللي هو اوفر تايم. مثلا عندنا اهم مثال شركات المقاولات. الحقيقه يا جماعه شركه المقاولات بتكون بتبني على مدار سنين، وطبعا بتكون العقود بتاعتها في الشركات المقاولات دي بتكون عقودها طويله الاجل، ولكن لا يتم الاعتراف بالإيراد طبعا في نقطة زمنية معينة في شركات المقاولات، ولكن بيتم الاعتراف بالإيراد تدريجيا على مدار من الزمن في شركات المقاولات. وزي ما قلت لحضراتكم ليه؟ لأن الأرض بتكون اللي بتبني عليها شركة المقاولات دي بتكون ملك للعميل، وكمان المبنى او الجزء اللي تم تنفيذه من المبنى بيكون ملك للعميل. يعني العميل بيكون له كامل السيطرة على الجزء المنفذ او الجزء اللي تم تسليمه للعميل. ممكن العميل يسأل تاني يوم يقول لي عايز اهد الجزء ده، شركة المواد هتهده ولا لا؟ هتنفذ رغبة العميل وهتهد الجزء اللي العميل عايز يهده، يعني الارض بتاعت العميل والمبنى بتاع العميل. وطالما العميل استلم جزء من المبنى في الحالة دي بتنتقل له كامل السيطرة على الجزء المنفذ من هذا المبنى. يبقى كل جزء بتنفذه شركة المقاولات بيدفع قصاده العميل إيراد، بيتم الاعتراف بالإيراد طبعا على كل جزئية أو تدريجيا على كل جزء منفذ من المبنى. كل جزء بتنفذه شركة المقاولات بيبقى فيه مستخلص خاص بالجزئية دي، وبالتالي العميل بيدفع نظير الجزء اللي تم تنفيذه. وشركة المقاولات في هذه اللحظة بتقوم بالاعتراف بالإيراد عند تنفيذ طبعا كل جزئية من العقد، عند تنفيذ كل جزئية من العقد المتفق عليه أو كل جزئية من المبنى المراد تنفيذه. يبقى في الحالة دي طبعا مش بس في الحالة دي مش بنقول دايما ان دايما العقود طويلة الاجل كلها بتكون يتم الاعتراف بالإيراد فيها تدريجيا او على مدار من الزمن، لان حد حضراتكم مثال تاني كمان شوية على شركات اخرى او اشكال من شركات اخرى بتكون العقود فيها برضو طويلة الاجل، ولكن رغم ذلك بيتم الاعتراف بالإيراد عند نقطة زمنية محددة، ولا يتم الاعتراف بالإيراد عبر فترة من الزمن أو تدريجيا عبر فترة من الزمن. يبقى في شركات المقاولات بيتم الاعتراف بالإيراد تدريجيا أو على مدار فترة من الزمن over time. طبعا ده لأن بيكون كل جزئية زي ما قلت لحضراتكم بتنهيها أو بتنفذها شركة المقاولات، العميل بيدفع مستخلص أو إيراد على الجزئية اللي اتنفذت. شركة المقاولات في مجرد ما استلمت المبلغ ده بيتم طبعا عند تنفيذ كل جزئية بيتم الاعتراف بالإيراد المقابل بتنفيذ تلك الجزئية. تمام يا جماعة؟ يبقى الجزء اللي بنيته شركة المقاولات ده اللي هو المبنى بيبقى العميل له السيطرة عليه، والأرض طبعا زي ما قلنا العميل هو اللي صاحب الملكية للأرض اللي بنى عليها المبنى. وعلشان كده بنقول ان كل ما تبني شركة المقاولات جزء من المبنى العميل بيكون له السيطرة عليه. تمام؟ لكن شركة المقاولات ملهاش السيطرة على الجزء اللي تم اتمامه تسليمه للعميل. يبقى اذا مجرد اتمام جزء من المبنى انتقلت السيطرة للعميل، ويتم الاعتراف بالإيراد لهذه العملية او هذه الجزئية.
لذلك شركات المقاولات تعترف بالإيراد تدريجيا على مدار من الزمن. نيجي نشوف مثال تاني برضو غير شركات المقاولات على الاعتراف تدريجيا بالإيراد أو الاعتراف بالإيراد عبر الزمن أو على مدار الزمن. عندنا شركات الاستثمار اللي عندنا قبل ما نقول شركات الاستثمار العقاري، عندنا شركة نتفليكس. شركة نتفليكس الحقيقة شركة نتفليكس دي بتقدم اشتراك سنوي. مثلا على سبيل المثال لو كانت شركة نتفليكس دي يعني عاملة اشتراك سنوي 1000 جنيه للعميل. هنا شركة نتفليكس طبعا بتكون ملتزمة ان هي تقدم للعميل مكتبة طبعا متكاملة او مكتبة متاحة او من الافلام والمسلسلات خلال فترة الاشتراك. العميل بقى طبعا بتتحقق له المنفعة خلال فترة الاشتراك. العقد مش في يوم واحد، لكن العقد بيكون خلال السنة. العقد مش بيكون في يوم واحد او في لحظة معينة، ولكن العقد هنا بيكون على مدار من الوقت او على مدار فترة من الزمن اللي هي السنة، اللي طبعا الاشتراك او العقد معمول على مدار السنة. طيب في الحالة دي يا جماعة بيتم الاعتراف بالإيراد شهريا، لأن طبعا علشان نقدر نقول إن الإيراد أو المنفعة عند نقطة معينة من الزمن، هنا ما نقدرش نقول الكلام ده خالص، لأن طبعا شركة نتفليكس بتقدم طبعا الخدمة على مدار كل شهر، والعميل بيدفع لها طبعا جزء من الخدمة اللي اتقدمت له شهريا، وبالتالي بيتم الاعتراف بالإيراد شهريا أو تدريجيا على مدار من الزمن حتى بلوغ اللي هو مدة العقد اللي هي السنة الكاملة. يبقى برضو ده مثال تاني على الاعتراف بالإيراد تدريجيا أو شهريا. هنا في حالة شركة نتفليكس زي ما قلت لحضراتكم، كل ما الخدمة بتتقدم خلال شهر معين اتقدمت للعميل والمنفعة والسيطرة ووصلته كاملة، في الحالة دي بيدفع مقابل المنفعة أو الخدمة اللي قدمت له، وبالتالي شركة نتفليكس تعترف بالإيراد الشهري. طبعا كل شهر تعترف بالإيراد تدريجيا وعلى مدار فترة من الزمن اللي هي طبعا مدة الاشتراك السنوي اللي هي سنة. تمام يا جماعة؟ نيجي نشوف بقى شركة تانية أو مثال آخر على طبعا عقد طويل الأجل، ونشوف في الحالة دي هنقدر نعترف بالإيراد تدريجيا أو على مدار فترة من الزمن، ولا هنعترف بالإيراد عند نقطة زمنية معينة رغم إن العقد برضو طويل الأجل. وأقرب مثال للحكاية دي عندنا شركات الاستثمار العقاري. شركات الاستثمار العقاري الحقيقة يا جماعة إن شركات الاستثمار العقاري مختلفة اختلاف كبير جدا عن شركات المقاولات. شركات المقاولات بتبني للغير، يعني بتكونش هي المالكة للأرض، وكمان ليس لها السيطرة على المبنى المنفذ اللي هي نفذته وسلمته للعميل. ده في حالة شركات المقاولات. الموضوع مختلف تماما والأمر مختلف تماما في حالة شركات الاستثمار العقاري. لكن شركات الاستثمار العقاري بتكون هي المالكة للأرض وهي كمان المالكة للمبنى. العميل بيبقى جاي يشتري شقة أو وحدة في المبنى اللي بتبنيه شركة الاستثمار العقاري. العميل عمل عقد طويل الأجل بالتقسيط، دفع دفعات مقدمة. العميل دفع لمدة 5 سنوات أقساط هنا مثلا. طيب امتى يتم الاعتراف بالإيراد؟ في شركات الاستثمار العقاري الأرض بتكون ملك زي ما قلت لحضراتكم لشركة الاستثمار العقاري، وكمان شركة الاستثمار العقاري هي اللي عندها السيطرة على الأرض والمبنى طبعا لحد ما تنتهي من تنفيذ المبنى وتنفيذ الوحدة أو الشقة ويتم تسليمها للعميل. طيب في الحالة دي نقدر إن احنا
الدفعة اللي دفعها العميل طبعا في الأول مقدمة في أول عند إبرام العقد الابتدائي، والأقساط اللي بيدفعها العميل على مدار ال5 سنين حتى يتم تسليمه الوحدة أو الشقة بعد 5 سنين، وإبرام عقد نهائي له عند تسليمه للشقة. في المدة دي من أول ما عمل العقد لحد ال5 سنين دول قبل ما يستلم الشقة، هل شركة الاستثمار العقاري يكون لها الحق في الاعتراف بالإيراد اللي بتاخده ده؟ حقيقة يا جماعة هنا لا طبعا، هنا لا يتم الاعتراف بالإيراد طبعا قبل تسليم العميل للوحدة أو الشقة. طب المعاملة أو المعالجة المحاسبية هتكون إزاي قبل ما العميل يستلم طبعا وحدته أو شقته؟ هنا الاعتراف بالإيراد هيكون طبعا عند تسليم الوحدة أو الشقة في بعد مرور ال5 سنوات، ولكن قبل ال5 سنوات وقبل استلام العميل للوحدة أو الشقة بيكون مكتوب له عقد ابتدائي. أي مبلغ بيدفع بيكون المعالجة المحاسبية له من حساب البنك، لأن طبعا في فلوس دخلت للبنك بتاع شركة الاستثمار العقاري، والطرف الدائن بيكون إلى حساب الإيراد المقدم. ده لأن طبعا شركة الاستثمار العقاري لسه ما قدمتش الشقة للعميل، العميل لم يستلم طبعا الوحدة، وبالتالي لم تنتقل له السيطرة والمنفعة الكاملة والمخاطر الكاملة طبعا نتيجة استلامه للوحدة بتاعته. وبالتالي بيكون ده التزام المبلغ المقدم اللي دفعه العميل ده نظير الشقة في طبعا قبل استلامه لها، بيكون التزام على شركة الاستثمار العقاري. وهنا بنقول إلى حساب الإيراد المقدم، وده بيكون التزام على شركة الاستثمار العقاري. تمام يا جماعة؟ يبقى كل الأقساط اللي بيدفعها خلال ال5 سنوات ومكتوب له عقد ابتدائي بيبقى مبلغ بيتعمل من حساب البنك إلى حساب الإيراد المقدم، التزام على شركة الاستثمار العقاري. الحقيقة يا جماعة رغم ان ده بيكون في شركة الاستثمار العقاري عقد طويل الأجل مدته 5 سنوات، إلا ان هنا بيتم الاعتراف بالإيراد عند نقطة زمنية محددة، وهي عند تسليم العميل لشقته أو الوحدة بتاعته. بعد ما يتعمل للعميل عقد نهائي والعميل يقوم باستلام الوحدة بتاعته أو شقته، في الحالة دي بتبقى المعالجة المحاسبية ان احنا بنجيب الالتزام ده نلغيه، اللي هو كان الايراد المقدم كان في الجانب الدائن، احنا بنجيبه في الجانب المدين، وكده بينتهي الالتزام اللي كان على الشركة. فبنقول من حساب الايراد المقدم الى حساب الايراد. هنا بقى تم الاعتراف بالايراد، لان الايراد بطبيعته دائن، فاحنا جبنا الايراد في الجانب الدائن، وتم الاعتراف بالإيراد في لحظة تسليم العميل لشقته أو لوحدته السكنية. قبل كده لم تنتقل السيطرة الكاملة للعميل، طبعا كان مكتوب له عقد ابتدائي، ولكن عند تسليم الشقة نهائيا للعميل وانتقلت له كامل السيطرة، يتم الاعتراف بالإيراد ويعمل للعميل طبعا في الحالة دي بيكتب له عقد نهائي. تمام يا جماعة؟ أرجو إن المثال يكون وضح لحضراتكم المعيار بشكل مفهوم ومبسط. ده كده ببساطة طبعا إمتى السيطرة تنتقل للعميل طبعا في لحظة معينة، وإمتى تنتقل على مدار من الزمن، وإمتى يتم الاعتراف بالإيراد عند نقطة محددة، ومتى يتم الاعتراف بالإيراد طبعا عند فترة من الزمن أو عبر فترة من الزمن تدريجيا على مدار من الزمن. الحقيقة يا جماعة إن المعايير القديمة كانت بتقول إن عند انتقال المنافع والمخاطر للعميل، لكن المعيار IFRS المعدل اللي هو IFRS 15 الدولي المعدل قال عند انتقال السيطرة بما تشمله من منافع ومخاطر طبعا إلى العميل. زي ما قلت لحضراتكم مش وضحت وشرحت.
في حاجة تانية يا جماعة بقى دلوقتي اسمها المقابل المتغير، اللي هي ال variable consideration، المقابل المتغير. بعد ما فهمنا متى يتم الاعتراف بالإيراد، نأتي لنقطة مهمة جدا مرتبطة بتحديد سعر المعاملة، وهي المقابل المتغير. خلينا نسأل نفسنا الأول، هل قيمة المقابل المتغير الذي ستحصل عليه المنشأة من العميل دائما وأبدا بتكون قيمة ثابتة ومحددة؟ الحقيقة يا جماعة الإجابة لأ. ليه؟ في بعض العقود المقابل الذي ستحصل عليه المنشأة ممكن يتغير نتيجة وجود خصومات أو حوافز أو مكافآت أو غرامات أو أي شروط أخرى مرتبطة بالعقد. ومن هنا بيظهر لنا مفهوم المقابل المتغير. بمعنى أبسط، المقابل المتغير ده هو الجزء من سعر المعاملة الذي لا تكون قيمته النهائية مؤكدة بشكل كامل عند بداية العقد. يعني مثلا أنا قلت لي مثلا أنا شركة مقاولات، والعميل قال لي هديك 100,000 جنيه، احنا العقد اللي بينا كان 1,000,000 جنيه. قال لي لو نفذت المبنى قبل التاريخ المتفق عليه هديك 100,000 جنيه. كان زمان قبل المعيار الجديد IFRS 15 كان لا يجوز الاعتراف بالمكافأة اللي هيمنحها لي أو الحافز اللي هيمنحه لي العميل ده ال100 ألف جنيه إلا في تاريخ الحصول على المكافأة أو الحافز أو ال100 ألف جنيه. الحقيقة يا جماعة لكن المعيار الجديد ده قال لو أنت أو المنشأة متأكدة بنسبة كبيرة جدا إن هي ممكن تحصل على ال100 ألف جنيه ده وال100,000 جنيه دول، وإن هي فعلا هتقدر تنجز المبنى في قبل التاريخ المتفق عليه، ممكن المحاسب يعترف بالمكافأة أو ال100,000 جنيه النهاردة. طيب واحد هيقول لي طب افرض بقى حصلت ظروف وبعد كده المنشأة ما قدرتش إن هي تنفذ طبعا المبنى في قبل التاريخ المتفق عليه. في الحالة دي بيتم طبعا عمل تسوية في التاريخ ده ورد ال100,000 جنيه مرة أخرى. طبعا ما كانش بيحصل الكلام ده، كان المعايير القديمة طبعا قبل التعديل ما كانش بتسمح بالاعتراف بالحافز إلا في تاريخه. أما المعيار الجديد IFRS 15 أعطى طبعا بقى فيه مرونة، وقال ان انت لو المنشأة طبعا متأكدة بنسبة كبيرة جدا انها ممكن تحصل على هذا الحافز ان يتم الاعتراف به. ايضا ممكن لو هي في خصومات ممكن تمنحها لعميل معين لو اشترى بكميات كبيرة طبعا وهي عارفة بنسبة كبيرة ان ده هيتم، ممكن تعترف بيها النهاردة قبل التاريخ بتاع التنفيذ. طبعا المقابل المتغير هو جزء من سعر المعاملة الذي لا تكون قيمته النهائية مؤكدة بشكل كامل عند بداية العقد. ومن أمثلتها طبعا الخصومات والحوافز والمكافآت المرتبطة بتحقيق هدف معين، الغرامات، مردودات المبيعات. بعض الحالات التي يرتبط فيها المقابل بتحقيق مستوى معين من الأداء. طيب الشركة تعمل ايه مع المقابل المتغير؟ الحقيقة يا جماعة هنا المعيار لا يسمح بأن أو لا يسمح لنا بأن نعترف بأي مبلغ نتوقعه بشكل عشوائي. المنشأة تقوم بتقدير المقابل المتغير، ولكن بشرط مهم جدا: لا يتم إدخال المقابل المتغير في سعر المعاملة إلا بالقدر الذي يكون من المحتمل بدرجة عالية جدا ألا يؤدي إلى حدوث بقى عكس جوهري في مبلغ الإعراض المعترف به مستقبلا. وده اللي هو بيسمى في المعيار variable consideration constraint، أي قيد المقابل المتغير. مثال بسيط هوضح لحضرتك ده بمثال بسيط جدا. افترض ان الشركة باعت منتجات لعميل بمبلغ 1,000,000 جنيه، وطبعا زي ما قلت لحضراتكم برضو اديته حافز اضافي 100,000 جنيه لو حققت الشركة مستوى معين من المبيعات او الاداء.
هنا الشركة تعترف فورا بالمليون جنيه، وال100,000 جنيه ليس بالضرورة. لازم الشركة تنظر إلى مدى تحقق الشرط، ومدى إمكانية تقدير المقابل المتغير بشكل موثوق، ومدى وجود احتمال لعكس جزء جوهري من الإيراد مستقبلا. فإذا كان من غير مؤكد تحقيق الشرط، فلا نتعامل مع 100,000 جنيه وكأنها إيراد مؤكد. أما إذا أصبحت الشركة ترى أن تحقق الشرط أصبح مرجحا بدرجة عالية، فيمكن إدخال المبلغ ضمن سعر المعاملة وفقا لمتطلبات المعيار. تمام يا جماعة؟ يعني الخلاصة إن تطبيق المعيار IFRS 15 أو EAS 48 لازم نسأل نفسنا مجموعة من الأسئلة. ما هو العقد مع العميل؟ ما هي التزامات الأداء الموجودة في العقد؟ ما هو سعر المعاملة؟ متى تنتقل السيطرة على السلعة أو الخدمة إلى العميل؟ هل يتم الاعتراف بالإيراد at point in time في نقطة زمنية معينة أو محددة، ولا over time عبر مدار من الزمن، أو تدريجيا عبر مدة من الزمن؟ سادسا، هل يوجد مقابل متغير؟ وإذا وجد كيف يتم تقديره وتطبيق قيد المقابل المتغير؟ وهذه الأسئلة هي التي تقودنا إلى التوقيت الصحيح للاعتراف بالإيراد والمبلغ الصحيح الذي يتم الاعتراف به. في النهاية أحب أقول لحضراتكم أن الإيراد ليس مجرد مبلغ يتم تحصيله، وليس مجرد فاتورة تم إصدارها. الإيراد في IFRS 15 يرتبط أساسا بالوفاء بالالتزام الأداء ونقل السيطرة إلى العميل. لو انتقلت السيطرة في نقطة زمنية محددة، نعترف بالإيراد عند تلك النقطة. أما إذا كان الالتزام يتم الوفاء به على مدار من الزمن، فيتم الاعتراف بالإيراد تدريجيا بما يعكس تقدم المنشأة في الوفاء بالتزاماتها تجاه العميل. وكذلك إذا كان المقابل متغيرا، فلا بد من تقديره وتطبيق القيود التي وضعها المعيار حتى لا نعترف بإيراد قد يتم عكسه بشكل جوهري في المستقبل. وبكده نكون فهمنا مجموعة مهمة من النقاط الأساسية في معيار الإيراد اللي هو ال IFRS أو ال EAS طبعا 48. كان معكم دكتور نصر الدين، وأشوفكم في محاضرة جديدة من محاضرات علوم المحاسبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.